صوت الملعب مع محمد فاروق. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم حلقة جديدة من صوت الملعب. النهاردة عندي أخبار مهمة جدا، هبدأ مع حضراتكم على طول. وأول أخبارنا من النادي الأهلي إن نجم واتفورد الإنجليزي السابق على رادار النادي الأهلي والمدير الفني مارسيل كولر. إيه الحكاية؟ موضوع المهاجم والجناح بالنسبة للنادي الأهلي والصفقات اللي طلبها المدير الفني مارسيل كولر هي أبرز الأولويات بالنسبة للنادي الأهلي في المرحلة المقبلة. طبعا حضراتكم عارفين في كأس عالم أندية وفي أبطال أفريقيا وفي دوري عام وفي كل هذه الأمور خلت النادي الأهلي بيفكر بشكل كبير جدا وبشكل مكثف إنه يجيب جناح ويجيب راس حربة بالنسبة للنادي الأهلي. طيب إيه السبب في هذا الأمر؟ مسؤول النادي الأهلي كثفوا مساعيهم من أجل حسم ملف التعاقدات الجديدة في الانتقالات الشتوية الجارية، والمدير الفني مارسيل كولر زي ما قلت لحضراتكم طلب 2، واحد راس حربة واحد جناح. طيب النادي الأهلي وافق على رحيل بيرسي تاو اللاعب الجنوب أفريقي إلى قطر القطري في الساعات الماضية، وهو الراجل يعني ودع زمايله وخد حاجته واتجه إلى قطر عشان يعمل الكشف الطبي ويتم انتقاله بشكل رسمي إلى قطر القطري. وهنا النادي الأهلي كمان بيبحث عن مكان لبيرسي تاو وده لعيب الجناح. طب الحاجة التانية إيه؟ إن النادي الأهلي وافق إن محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق هيروح لنادي ايه؟ الاتحاد الليبي. نادي الاتحاد الليبي في شهر يناير الجاري، خاصة ان اللاعب عنده رغبة في الرحيل لانه ما بيلعبش مع المدير الفني كولر، وانتوا شايفين الازمات والحوارات اللي كانت في مواضيع الكهرباء، فكان الحل الامثل انه يبتدي يتجه للاحتراف. طب مين اللاعب اللي في دماغ النادي الأهلي إنه يخلص معاه؟ هو اللاعب النيجيري صامويل كالو جناح واتفورد الإنجليزي السابق. هو عنده 27 سنة وبيلعب جناح يمين مع فريق جنت ومع فريق بورتو قبل كده ولوزان السويسري، وعقده مع واتفورد اللي بيلعب فيه الدوري الإنجليزي ودلوقتي بيلعب فيه الشامبيونشيب اللي هو الدوري الدرجة الممتاز به هناك. واتفورد انتهى في فبراير اللي فات. فكالو دخل حسابات النادي الأهلي ليه؟ لأن صفقة البرازيلي إيفرتون اللي هو بيلعب في فريق أسترافا التشيكي دخل فيها بعض الأمور الجديدة. إيه هي؟ فريق أسترافا التشيكي جاله عرض من الجزيرة الإمارات. وطبعا أنا عايز أقول لكم حاجة، لما النادي الأهلي بيخش في لعيب كل الأندية وكل الأمور بتشوف اللعيب ده منور، لأن النادي الأهلي لما يجيب لعيب هيجيب لعيب كويس. فنادي الجزيرة الإماراتي دخل مع اللعيب وكذا أمر، فكلام فريق أسترافا التشيكي اتغير. كلام فريق أسترافا التشيكي وطلباته المادية اتغيرت، وده اللي خلى النادي الأهلي يبحث عن اللاعب كالو نجم نادي واتفورد. وطبعا انت لما تجيب لعيب لاعب في الدوري الإنجليزي من قبل وعنده الخبرات ديت ولاعب دولي وكل ده كله بيفرق معاك وبيبقى أكبر إضافة للفريق. النادي الأهلي بيبحث عن تدعيم مركز الجناح في أسرع وقت ممكن بعد إصابة اللاعب المغربي رضا سليم، عنده قطع في غضروف الركبة وغيابه هيبقى لمدة 6 شهور، وده اللي هيخليه يترفع من القائمة. طب وعندك بيرسي تاو وعندك مشي وعندك إصابة طاهر محمد طاهر، فالنادي الأهلي بيبحث بقوة لأن هو يخلص صفقة اللاعب قالوا نجم فريق واتفورد الإنجليزي. انتوا لسه بتسمعوا صوت الملعب مع محمد فاروق. الحاجة التانية اللي في النادي الأهلي وهو صفقة النيجيري المهاجم النيجيري الكبير كليتشي إيناتشي. الراجل ده اللي كان بيلعب لفريق مانشستر سيتي، وعلى فكرة خد الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، ولكن لما جه جراديولا ابتدى مشاركات إيناشيو تقل، لأن كان في لعيب هناك اسمه طبعا سيرخيو أجويرو، لعيب كبير جدا ما كانش قادر ان هو ياخد بشكل كبير. وبعديها بقى ما لعبش كتير مع المدير الفني جراديولا، فمشي من مانشستر سيتي لليستر سيتي.
فرقة اللي كان فيها كانتي لو تفتكروها دلوقتي في الدوري الإنجليزي، معاهم رود فان نيستلروي مدرب واللاعب جيمي فاردي. طيب إيناشيو من الفراودة التقال، ولعب منتخب نيجيريا، ولعب مع منتخب نيجيريا في كاس افريقيا، وعنده يعني سي في قوي جدا جدا جدا، وبعدين راح لاشبيليا الاسباني. فكل هذه الامور خلت النادي الاهلي يهتم بهذا اللاعب، لانه فرود يعني من طراز فريد، يعني لعيب كبير، لعيب كبير، يعني صفقة كانت هتبقى تقيلة. انت بتجيب فرود منتخب نيجيريا، كان هو بيلعب هو وايجالو، اللي لو تفتكروه إيجالو ده راح دلوقتي للدوري السعودي، هو كان في مانشستر يونايتد هو كمان. فالاتنين دول وبالذات بقى إيناشيو، النادي الأهلي كان مهتم بيهم جدا، والأمر اللي خلى النادي الأهلي يخش معاه في مفاوضات. طيب كليتشي عمل ايه؟ اللي هو كليتشي إيناشيو وافق ان هو يروح للنادي الاهلي. وطبعا النادي الاهلي لما بيخش في لعيب، اللعيب بيفهم يعني، بيبتدي يطلع، واكيد عشان في نيجيريا وافريقيا عارف كويس قوي ايه هو النادي الاهلي وامكانياته ايه، وبيلعب كاس عالم انديه قد ايه. كل هذه الامور بتخلي اللعيب يبتدي يفكر انه يروح للنادي الاهلي بشكل كبير. طيب هو قال انا اروح 6 شهور للنادي الاهلي والعب مع النادي الاهلي كاس عالم انديه. طب ايه اللي بوظ الموضوع؟ اللي بوظ الموضوع ان إيناشيو تمسك انه ياخد مرتب قيمته 1.5 مليون دولار. 1.5 مليون دولار في 6 شهور، وده اللي رفضه النادي الاهلي. قال لك لا، يعني كده المبلغ كبير جدا بالنسبه للنادي الاهلي، فالنادي الاهلي هنا رفض. وده اللي خلى طبعا اللاعب هو كمان يبتدي يصرف نظر. طيب هنا دي نقطة مهمة، ان الناس والجمهور دايما تطلعاته ان هو انك تجيب لعيب عالمي عندك، وانك تجيب صفقة مهمة. ولكن النادي الاهلي برضه هو كمان عنده مشكلة، وهو ان المبلغ المالي كبير وبالدولار، فانت ومش هينفع ما تلتزمش، لان دي مش موجودة في النادي الاهلي، انك تجيب لعيب كبير او تجيب مهما كان اللعيب اللي عندك ما تديلوش فلوس. فبناء على هذا الامر النادي الاهلي كان حابب ان إيناشيو يخفض راتبه شوية عشان يقدر يخش معاه، ولكن اللاعب تمسك بالموضوع بشكل كبير، وده اللي خلى الصفقة ما تمشيش بالشكل اللي كان عايزه النادي الأهلي وكولر. طبعا لما يكون عندك لعيب زي إيناشيو، يعني معاك إيناشيو وأسام أبو علي، هتبقى الأمور بالنسبة لك مختلفة تماما. طيب هنا لجنة اكتشاف المواهب اللي هي لجنة السكاوتنج رشحت مين؟ رشحت لاعب فلسطيني اسمه أسد الحملاوي ليه ان هو ينضم مع صفوف الفرقة. ليه؟ لانه مش هيحصل على مقعد لاعب اجنبي، يعني هيتعامل معاملة الفلسطيني واللي هو هنا بيتعامل معاملة المصري، فمش هياخد لك مقعد في القائمة. وده اللي بيدرسه المدير الفني مارسيل كولر ومعاه لجنة التخطيط عشان ياخدوا قرار في حسم صفقة أسد الحملاوي اللاعب الفلسطيني انه ينضم للنادي الاهلي في الفترة المقبلة. الحاجة التانية اللي في النادي الاهلي ان النادي الاهلي بيدرس تأجيل قيد علي معلول حتى نهاية يناير. ايه الموضوع؟ الجهاز الفني في النادي الاهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر قرر ايه؟ قرر تأجيل قيد نجم الفريق التونسي علي معلول حتى نهاية شهر يناير. طب ايه اللي حصل في القصة دي؟ يعني علي معلول كنا خلاص سمعنا ان هو جهز، والامر يعني بقى بشكل يعني مبشر بالخير انه ابتدى ينزل التمرين وكل هذا الامر. ولكن رغم إصابة يحيى عطية الله بكسر في عظام الوجه، وربنا يعني يشفيه، وغيابه لمدة شهرين على الأقل، إلا إن كولر عنده تردد في قيد علي معلول. الموضوع إن إصابة علي معلول خلت المدير الفني كولر، ودي الحاجة اللي موجودة عند أي مدير فني أجنبي، إنه بيتريث في موضوع قرار إن لعيب يرجع من الإصابة ويرجع يشارك، خاصة لو لعيب بقيمة علي معلول. يعني ليه؟ لان لقى ان معلول في التدريبات لسه عنده زكة كده صغيرة في الجري، ويعني في اشارات كتير كده من تمرينة معلول انه لسه مش جاهز بنسبة 100%. وده امر محير بالنسبة للجهاز الفني لحاجتين. الحاجة الاولانية ان لو خد قرار
بان علي معلول يشارك الازمه هتتفاقم والاصابه هتكبر، والمده اللي المفروض معلول يرجع فيها هتزيد. دي حاجة التانية، انت خسرت علي معلول في مكانه وهو لعيب مؤثر جدا معاك ويصنع لك الفارق. دي حاجة تانية. الحاجة التالتة ان كتر ركنة اللاعب وكتر قعدته من الإصابة، خاصة ان لعيب زي علي معلول لعيب محترف، لو فكرت ان انت تبيعه بعد ما يقعد فترة كبيرة من الإصابة، قيمته التسويقية هتنزل كتير. فانت هتبقى خسرت 3 حاجات في منتهى الأهمية. انت عايز اللعيب بيبقى معاك عشان يصنع لك الفرق، عايز اللعيب يبقى تمام وتحافظ عليه، وده الحاجات الأساسية اللي المفروض تحافظ بيها على اللاعب. وفي نفس الوقت عايز سعره يفضل ثمنه فيه. معلول اسم كبير وكل حاجة، ولكن انت برضو حابب ان سعره يفضل ثمنه فيه. فكل هذه الأمور خلت كولر لسه متردد في قيد علي معلول في القايمة، ومنتظر ان هو والجهاز الطبي اللي معاه مترددين ان علي معلول يتقيد دلوقتي ولا لا، وهيفضلوا يعني يقيموا اللاعب خلال اسبوعين عشان يأيدوه بشكل رسمي. وعايز اتكلم مع حضراتكم في نقطة ان الجديد، النو هاو الجديد في كرة القدم هو موضوع الريكفري والاستشفاء والعلاج، يعني يبقى تمام. في نفس الوقت موضوع الحمل ما بين المباريات، انت عندك ضغط شديد ما بين المباريات، فانت ازاي تقدر توازن على البالانس والتوازن ما بين اداء وليفل الفتنس بتاع فرقتك، وفي نفس الوقت المجهود الكبير اللي بيعملوه في الماتشات اللي بيبقى 100%. هي ده النو هاو الجديد في الكوره، عشان بس تبقى حضراتكم مش طرق اللعب خلاص جراديولا يعني فتحها على الكل، يعني اللي عايز يلعب كوره هيعرف لكن الحته دي مهمه جدا جدا جدا، وده الامر اللي كولر بيتريث فيه، لان حتى الاصابات في النادي الاهلي ابتدت تزيد بشكل كبير، وده كله بسبب موضوع المشاركه الكتيره. انتوا لسه بتسمعوا صوت الملعب مع محمد فاروق. وروح من النادي الاهلي لنادي الزمالك. ايه اللي بيحصل في نادي الزمالك؟ موضوع الجزيري اللي تعب الامور كلها هناك في نادي الزمالك. عروض بالجمله لسيف الدين الجزيري، واللاعب بيهدد نادي الزمالك. ايه الموضوع ان سيف الجزيري نجم نادي الزمالك شال كده ولم حاجته كلها، ورفض الانضمام لقائمة الفريق اللي بتلعب قدام ابو قير للأسمدة او في الكاس، وراحت زوجته سافرت لتونس. طب سافرت ليه وهو لما حاجته ليه؟ لانه استقر جوه دماغه انه يفسخ عقده مع الفريق. طب ازاي؟ الجزيري بيستند على بند في لوائح الفيفا بيسمح له بفسخ عقده لو ما حصلش على مرتبه لمدة 2 شهر. تاني، في بند في لوائح الفيفا بيسمح لأي لاعب فسخ تعاقده مع الفريق لو ما حصلش على مرتبه لمدة 2 شهر. واللاعب أمهل نادي الزمالك 15 يوم قبل ما يبدأ إجراءات الشكوى للفيفا والمطالبة بفسخ عقده. وهنا الأمر، موضوع اللي في نادي الزمالك لازم يتحل، لان انت معاك لعيب محترف. الجزيري بيحب نادي الزمالك وبيحب جماهير نادي الزمالك، والفتره بتاعته مع نادي الزمالك فتره كبيره، وتونس يعني دوله شقيقه، ولكن في الاول في الاخر هو محترف، والمحترف ده من نوعيه من ابو كام، وهتدفع لي فلوسي امتى. هو ده اللي بيفرق مع المحترف، مفيش اي حاجه تانية. كل الكلام اللي انتوا بتسمعوه بقى ويقعد بقى يبوس في التيشيرت والكلام ده كله، ما هو من ابو كام وهتديني فلوسي امتى. ده اللي هتلاقي فيه المحترف تمام معاك. وعشان كده الفرق اللي بتبقى عاملة استراكشر او تنظيم صح بيبقى دايما مجهز فلوس محترفينه في الوقت الصح عشان ما يحصلش معاه مشاكل. اللاعب المصري ممكن موضوع الجمهور يضغط عليه، ممكن كذا ممكن، لكن اللاعب الاجنبي الوضع مختلف تماما، حتى على فكرة كمان المصري. نادي الزمالك الفترة اللي فاتت موضوع الشكاوى للفيفا كتر، وصراحة الموضوع حتى بالنسبة لمجلس إدارة نادي الزمالك يقول لك أنا قدرت أسدد ديون فلان وعلان والحكاية والرواية والكلام ده كله، ولكن أنت برضو مطالب أن أنت توفر فلوس سيف الدين الجزيري. والصراحة
الجزيري لعيب كبير، يعني من اللعيبه اللي بتصنع فارق واللعيبه اللي بتفرق، وحتى يعني ده خلاه ما يظهرش باي شكل حتى مع نادي الزمالك لما جه جروس، فجروس حتى يعني ايه الدنيا معاه وما بين الجزيري مش تمام. على فكره الجزيري جاله عروض من انديه تونسيه وليبيه ومغربيه. طب مين بقى اكتر فرقه عايزاه؟ الترجي التونسي، وطبعا محتاجينه، هيلعب ويعني هيبقى جامد معاه. حاجة التانية الوداد المغربي برضو داخلين في اللعيبة عايزين، لأن الجزيري فرصة بالنسبة للأندية ديت. الزمالك من ناحيته بيحاول يراضي الجزيري، بيحاول يعمل معاه طردية عشان يخلص الأمور، ولكن الموضوع حتى هذه اللحظة ما حسمش. ولو ما دفعش نادي الزمالك المستحقات، للأسف نادي الزمالك هيبقى مطالب انه يدفع بقية عقد الجزيري بالكامل، وده بعد ما اللاعب يشتكي ويفسخ عقده. مع نادي الزمالك احمد فتوح ظهير ايسر نادي الزمالك اللي ما بيشاركش لان مصاب. فتوح عنده منتظر عرض من فيتوريا. فاكرين فيتوريا مدير فني منتخب مصر البرتغالي؟ الراجل ده مسك فرقة في اليونان اسمها باناثينايكوس ده فرقة كبيرة قوي، يمكن أكبر فرقة في اليونان، ومسيطرة كده على كل بطولات الدوري والحاجات دي كلها زي النادي الأهلي كده في مصر يعني. فيتوريا مسك الفرقة دي بتلعب دوري أبطال أوروبا، يعني فرصة كبيرة جدا لأي لعيب عايز يعني يظهر. مسكها المدير الفني السابق لمنتخب مصر اللي عارف امكانيات فتوح وعايز فتوح ومهتم انه يكون معاه في صفوف الفريق. طيب فيتوريا مقتنع بقدرات فتوح وعنده رغبة، ولكن حتى هذه اللحظة الزمالك ما جالوش عرض رسمي، ولكن في اهتمام كبير جدا من قبل روي فيتوريا باللاعب احمد فتوح. لسه مع اخبار نادي الزمالك اللي بيدرس انه يعمل صفقة مزدوجة مع نادي امبي. يعني ايه صفقة مزدوجة؟ يعني ده النادي ده يشوف هو محتاج ايه من هنا، والنادي التاني يشوف محتاج ايه من هنا، ويصطفوا مع بعض كده بالبلدي. نادي امبي ونادي الزمالك في عادات وفي محادثات حصلت عشان يبتدوا ينظموا الامور بالنسبة ما بين الناديين، والصراحة هي بتبقى شبه تخليص حق. الزمالك هيعرض في الجلسة اللي هتحصل ان يقطع عقد اعارة زياد كمال، لاعب زياد كمال، وكمان ايه يشتري عقد محمد حمدي الجناح المعار من نادي امبي هو كمان، وضم الفرود احمد امين اوف فرود نادي امبي، مهاجم القوي اللي بيجري كتير ده. طيب ايه الموضوع؟ زياد كمال الصراحة مش جايب مع مدير الفني جروس ولا حتى جوميز عشان ابقى واضح معاكم. ففي رغبة، وطبعا كان في حوار في موضوع زياد كمال وعقده ومرتبه والكلام كبير في هذا الامر. فالزمالك قال خد قرار خلاص انه زياد كمال هيقطع اعارته ويرجعه لنادي امبي. طب ايه تاني؟ عايز انه يحسم صفقة احمد امين اوفة ومحمد حمدي بشكل رسمي، يعني خلاص ينضموا رسميا للفريق، لان محمد حمدي خاصة نادي الاهلي مهتم بهذا اللاعب لانه لعيب كويس جدا ومن اللعيبة المبشرة. فالنادي الزمالك عايز يحسم الامر بشكل مباشر عشان القصة تخلص من بدري وما يخشش في امور مش هو حابب فيها. لان ما يكون عندك لعيب ظهر جات له اصابة بس بروميسنج، ولعيب عنده امكانيات لازم تخلص فيه، ما تسيبوش، لان في انديه تانية برضو شايفاه وعارفين ان هو جاي لك اعاره، فممكن يخش يخلص معاه. وده الاداره الصح، انك تبقى شايف لعيبتك اللي معاك سواء اعاره او بيع وعقدها هيبقى ايه ظروفه، وتلحق تخلص معاه قبل ما نادي تاني يضمه، قبل ما نادي تاني ياخد الموضوع ويخلص فيه. فكل هذا الأمور موجودة في القصة بتاعت امبي ونادي الزمالك في الصفقات اللي عايزين يعملوها ويخلصوا المواضيع مع بعض. انتوا لسه بتسمعوا صوت الملعب مع محمد فاروق. فاكرين المدير الفني كارلوس كيروش
اللي كان ماسك منتخب مصر وصعد بيهم كده لفاينل بطولة افريقيا، ولعب مع السنغال تصفيات كاس العالم كده، المواجهتين المباشرتين لما فاز على السنغال 1-0 هنا وخسرنا هناك 1-0، وضربات الترجيح كسبتها السنغال. نفس القصة حتى في بطولة افريقيا، تعادلنا ولعبنا ضربات ترجيح. الراجل الكبير ده الواحد من المدربين صراحة، أحسن مدربين، من واحد من أحسن المدربين الأجانب اللي جم في تاريخ مصر صراحة كمنتخب مصر يعني. والموضوع في أيام كيروش الناس ما كانتش عاجبها الطريقة الدفاعية بتاعته، ولكن كارلوس كيروش ده يعني بالقماشة اللي كانت موجودة معاه انه يصل يعني للمستوى اللي كان فيه من انك توصل فاينل افريقيا. كسب على فكرة المغرب وكسب كوتوفوار وتعادل مع السنغال وخسر ضربات ترجيح، يعني عمل نتائج من القماشة اللي موجودة معاك. لان يعني في التوقيت ده انت ما كانش عندك غير صلاح بارز بشكل رهيب يعني، ومع تريزيجيه ولسه مرموش بقى بيقول يا هادي، وكان يعني محمد النني في اخر ايامه مع الارسنال، فيعني ما كانش الفرقه في حته المحترفين يعني الدنيا جامده يعني لسه المواضيع وهو بقى اللي جاب لك عبد المنعم، وهو اللي يعني اداله فرصته، وفتوح كان معاه متالق، ويعني كان في لعيبه الصراحه. يعني في ماتش من الماتشات قدام السنغال كان لاعب امام عاشور باكرايت وعمل ماتش كبير الصراحه يعني قدام السنغال في افريقيا. وتشناوي لما اتصاب ابو جبل مسك، يعني انا بفكرك كده بشويه الحاجات. الراجل ده واحد من المدربين الكبار قوي يعني. الراجل ده كان سبب ان مانشستر يونايتد يوصل وياخد بطولة اوروبا، لانه لما راح اشتغل مع السير أليكس فيرجسون في اول الالفينات، خلى السير أليكس فيرجسون يتخلص من طريقة 4-4-2 الكلاسيكية اللي هي كانت لونج بول واتنين فراودة وكرة عالية وخلاص وطفش واجري. دلوقتي كان او بعديها كان مانشستر يونايتد بيلعب كرة على الارض وبيلعب 4-3-3. وفكرك كده بالتشكيل التاريخي: كارلوس تيفيز، وتحتيه كريستيانو رونالدو، واللاعب وين روني. فالطريقة دي كان اللي دخلها مع السير أليكس كارلوس كيروش، وبناء عليه راح يمسك ريال مدريد كمدير فني. فطبعا حاجة كبيرة جدا جدا. فكارلوس كيروش ده اللي عمال اتكلم عليه طلب عصام الحضري ومحمد شوقي معاه في مفاوضاته انه يمسك منتخب تونس، لما قعد مع المسؤولين انه كان اخر حاجة كان مسك منتخب قطر، وفي مفاوضات ما بينه وما بين منتخب تونس، فطلب محمد شوقي وعصام الحضري. على فكرة كارلوس كيروش ده كان حارس مرمى، فانه يطلب الحضري انه هو يبقى معاه مدرب حراس فهو مقتنع بيه جدا، وانه يكون معاه نفس الجهاز الفني اللي كان موجود لمنتخب مصر. عايز اقول لحضراتكم برضو معين الشعباني المدير الفني التونسي بيطلب لاعب سيراميكا كليوباترا في الدوري المغربي، هو ماسك فرقة نهضة بركان. ضرب صراحة تصريح كده وطلب انه يطلب عمرو قلاوة لاعب نادي سيراميكا كليوباترا. قلاوة اصلا عنده عرض من نادي سموحة لاستعارته لنهاية الموسم، ولكن الراجل اقتنع بيه بشكل كبير وعايز يضمه لصفوف فريقه. صوت الملعب مع محمد فاروق.